انا لا اظن يعني الان خاصة يعني في التطور ديال المنتخبات يعني شرق اسيا، ويمكن انت تابعتي المفاجات اللي صارت في دورة اسيا الاقل من 23 سنة. شفتي بعض المنتخبات التي لا احد كان يتكلم عليها قبل 4 5 سنوات 10 سنوات، شفتيها وين وصلت؟ نصف النهائي والنهائي. وبالتالي تنظن اننا يجب ان نواكب هذا التطور يعني الذي تشهده يعني منتخبات ديال شرق اسيا. ولا توجد مقابله بالنسبه لنا سهله. طبعا شوف، اي فريق الكل يجب ان يتحمل المسؤوليه. بعض المرات يمكن يزيد في بعض المقابلات الدفاع والهجوم تيشتغلوا، يعني التنشيط كيكون جيد وتيكون التركيز عالي على اساس انه ما كتوصلوش كوار اللي هي واضحه ديال التسجيل. اليوم يمكن تاخرنا بعض الشيء، لم نكن مركزين يعني من الجانب يعني الدفاعي، واليوم كانت فرصه ليزيد على انه يبان على انه حارس يستحق ان يلعب يعني في الدوري الممتاز السعودي ولا في الدوري القطري ولا الاماراتي او يعني كانت هذه اليوم فرصه صراحه. الناس اللي كيتفرجوا في المقابله تنظن انه لا يستحق ان يكون يعني في الدرجه الاولى، بالعكس يكون في الدوري الممتاز. ناخذ السؤال الاخير، تفضل استاذ. لكن السؤال مش فني. اليوم شفت حضور الجماهير بشكل كبير، يمكن اضعاف مضاعفه من الجماهير كانت بدها تتواجد في وتحضر المباراه. كيف تشوفها فرصه انه الان احنا مقبلين على 5 مباريات بعد 5 مباريات كانت عقدتنا، وبين على مرحله مهمه في تصفيات كاس العالم. هل تشوف انه في لازم يكون في عندنا ملاعب اكبر من حيث عدد الحضور الجماهيري، او نوسع الملاعب نزيد عدد المقاعد؟ لو ديروا شي كلكم ديروا واحد المساهمه، نبنيو واحد الملعب ب 50,000 60,000 كل شيء، الشعب كله يدير مساهمه بسيطه. شوف، انا تكلمت مع اللاعبين قبل المقابله، ويعني وتكلمت وصرحت وقلت على انه لو كانت المقابله لو كان عندنا ملعب مثلا ديال 60,000 كان غادي يكون مملوء، لان عارف على انه بعد انجاز ديال اسيا الحمد لله انه العوائل يعني الاردنيه كلها اصبحت تهتم، الكل اصبح يهتم والكل يريد ويبحث يعني ويعني الكل تيجري وراء يعني التذاكر. احنا عارفين على انه قبل يمكن اكثر من 10 ايام يعني التذاكر بيعت يعني بالكامل. اللي كنتمناه هو انه الكل يعني يستفد من تواجد يعني المنتخب من خلال يعني الموسم المقبل. تنظن يعني بدايه من شهر 9 حتى لشهر 6 المقبل، من خلال يعني يعني ال5 مقابلات اللي تكون هنايا، ويعني هي كلها 10 مقابلات. تظن انه الكل تحت ليه الفرصه على اساس انه يحضر المنتخب. انا عارف على انه تاثير اللاعبين على العوائل وعلى خاصه على الشباب وعلى الاولاد كان تاثير اللي هو اكثر من ايجابي. وتنتمنى انهم اليوم اصبحت مسؤوليه علينا كلنا، يعني اللاعبين الطاقم التقني، على اساس اننا نؤدي بالشكل جيد حتى يعني نحافظ على ذاك الحب ديال الجماهير للكل.